رد بالك اخويا، رد بالك اختي، واش في خبارك باللي البوليس شدوا اكثر من 150 واحد بسبب البيع والشراء في تذاكر كأس افريقيا في السوق السوداء؟ القضيه حامضه، وإلا كنتي ناوي تشري تذكره من الزنقه ولا من الانترنت غير حبس وسمع هاد الهضره مزيان قبل ما تضيع فلوسك. السلطات المغربيه دايره خدمه كبيره، وهاد الايام طيحوا شبكه ديال الناس اللي كيبيعوا التذاكر بطرق غير قانونيه. كاين اللي كيشري التذكره بالثمن العادي وكيعاود فيها البيع باثمنه خياليه، وكاين اللي كيزور التذاكر وكينصب على عباد الله. المحاضر تسجلات للناس اللي حصلوا، والنيابه العامه ما كتلعبش مع هاد الشيء، والعقوبات تقدر توصل للحبس والغرامات ثقيله. المشكل ماشي غير في الثمن الغالي، المشكل الكبير هو ان بزاف من هاد التذاكر اللي كدور في مواقع التواصل راها مزوره، يعني تقدر تخلص 1000 ولا 2000 درهم وملي تمشي للتيران نهار الماتش السكانير ما يقراش التذكره ديالك وتصدق لا فلوس لا فرجه وزايدها بالشوهه قدام الناس. دير في بالك باللي الطريقة الوحيدة والمضمونة باش تشري تذكرة هي من الموقع الرسمي ديال الكاف، ولكن دابا راه التذاكر تقاداو رسميا، واي واحد كيقول لك عندي تذكرة دابا راه بنسبة 99% باغي ينصب عليك. اللهم تفرج في التلفازة ودارك معزز مكرم، ولا تشري ورقة مزورة وتصدق في المشاكل. في الاخير كاس افريقيا عرس كروي خصنا نتمتعوا به بلا مشاكل، ما تخليش شي واحد يستغلك وما تشجعش النصب والاحتيال. شارك هذا الفيديو مع صاحبك اللي كيقلب على تذكره باش ما يتصيدش. تهلاو في راسكم وديما مغرب.